بيتفاوضوا وحيرين بين 500 و600. بسبب ان هي متخيله ان ممكن يكون حد في مصر ممكن يكون بينصب عليها، لكن مفيش حد بينصب عليها، كله بيحاول يقدم لها خدمات لطيفه زي ما انتم شايفين وبياخدوا المقابل. تقول لها حطي لي الفلوس في الشنطه اللي هحذفها لك، يعني مجازفه، وهو بيرمي لهم البضاعه طبعا اللي يقع في البحر بتاعه. طبعا الفلوس لو اتدفعت ووقعت في البحر انت المسؤول عنها برضو، انت نفسك لو وقعت في البحر ولو لا قدر الله يعني حد وقع ما بين المركبين كده، يا رب ما حد يشوفها، انت المسؤول عن نفسك برضو. والله ربنا يحفظكم ويرزقكم. لكن الغريب ان يجي واحد في التعليقات ممكن يقول لك الشال كتير وعشان ايه وليه ياخد كده، وما بيحطوش نفسهم مكان الراجل الطيب ده اللي كل يوم معرض للخطر، يا عالم يرجع ولا ما يرجعش. الله يقويكم ويعينكم على اللي انتم فيه يا رب. رسالتي للسياح العرب بما فيهم المصريين، السياحة في مفهومها وفي مضمونها هي خدمة، كلها خدمات بتتقدم لك، كلها رفاهية مقابل فلوس. لقيت الخدمة غالية عليك ما تستخدمهاش. تقدر تقول له كلمة حلوة الله يعينك الله يقويك الله يزيدك قول، مش هتقدر تقول له تجنبه اكنك مش شايفه. وكفايه تصوير في الناس اللي انت بس مختلف معاهم على سعر الحاجه اللي انت بتشتريها. شيء مش منطقي ان انا كل ما انزل بلد او انزل محافظه او اخرج خروجه والاقي سعر مش عاجبني اصور اللي بيبيع لي واقول عليه نصاب. مع البيع والشراء طول عمره عرض وطلب، موضوع بسيط، واتمنى اكون نقلت الصوره بشكل برضه بسيط. واستنوني في فيديو جديد. سلام.